صباح الخير البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بألف خير. اليوم ان شاء الله رجعت لكم فيديو جديد. غادي تدوزوا معايا الروتين ديالي هذا النهار هذا. كيف ما كتشوفوا انا صبحت على الملاوي الحداقه البنات. كنلقى ما ندير، كنوض كنضرب تماره. المهم فايقه مع الصباح مشهيه الملوي. انا لا تشهيت شي حاجه كيخصني نديرها، يعني ضروري، يعني اي حاجه تشهيتها كيخصني نصايبها لراسي، ما عندي حتى شي مشكل. المهم نصايبها واخا فيها تماره. فاليوم كيف ما كتشوفوا كندير واحد الملويه كبيره. درتها قداش صراحه، ولكن جات زوينه، جات بنينه كتحمق. دابا تشوفوا كيفاش غادي تجي. وغادي ندير لكم واحد الماسك، الماسك ديال الشعر اللي عنده مشكله في الشعر. هذا الماسك هذا انا شفته صراحه درته في قناه اكرام بيلا نوفا، وعجبني بزاف ونقلته منها، وقلت ممكن تكون شي وحده فيكم ما شافتش هذا الماسك هذا وتبغي تستافد، فتشوفوا عندي انا وتجربوا كيف ما انا شفته عندها وجربته. صراحه والله العظيم الا كيحمق، ماسك رائع. اصلا هي ما شاء الله الوصفات ديالها كلهم زوينين، فجربت هذا الماسك هذا ديال الشعر، زوين كيحمق، رائع، رطب لي شعري فعلا. المهم غادي نخليكم مع الفيديو، غادي تشوفوا كل شيء ان شاء الله. دابا انا نسالي غير الملويه ديالي وغادي نمشي نفطر، ومن بعد غادي نمشي نوريكم هذاك الماسك ديال الشعر. اللي لا عندكم شي مشكله في شعركم ديروا هذا الماسك هذا، هو رائع، ما غاديش تندموا بصراحه. المهم صافي انا قربت ساليت الملويه ديالي. غاليه انا بوحديتي، درت غير ليا انا، راجلي ما كاينش، فدرت غير ليا انا ملويه كبيره. راجلي ما غاديش يفطر معايا، نفطر غير بوحديتي. وها نتوما كتشوفوا الملويه كيفاش جات، والله حتى جات زوينه وكتحمق. كنشكر راسي، شكرت العروسه ماماها، انا ما عنديش لي شكرني، انا نشكر راسي. لا فعلا والله البنات جات زوينه. ودابا البنات غادي نمشي نفطر، وان شاء الله غادي ندوز باش تكملوا معايا الروتين، تشوفوا نهاري كامل اش ما درت فيه. بالنسبه للماسك البنات اللي غادي نديرو، هي دارت فيه البنان، صراحه عجبني بزاف. يعني شفتها دارته في شعرها، فقلت حتى انا ولا حتى نجربه. يعني ما اخترعتوش، ماشي انا اللي اخترعته، هو انا شفته عندها بصراحه وعجبني. اصلا هي الوصفات ديالها زوينين، كيعجبوني بزاف صراحه، دائما كنديرهم، الوصفات رائعه. المهم هي دارت بنان، انا درت 2 بنانات، شعري شويه قوي، ما غاديش تقدني بنانه وحده، فدرت 2 بنات يكونوا رطبين شويه. و غادي نديرهم بحال هكذايا. الا بغيتو طحنوهم. انا ما فيا ما يطحنوهم صراحه. المهم غادي ندير بيضه، ونخلطها. ما كنتش غادي نصور البنات هذا الماسك هذا ديال الشعر، وليت كنستغفر الله، ولا عرفتي وليت كنعيا. ما كنتش غادي نصور، كنت صافي بغيت نديرو لشعري وصافي، يعني بلا ما نصور. ولكن قلت ربما بعض البنات يكونوا ما شافوش هذا الماسك هذا، فيشوفوا عندي ويستافدوا، واخا غير البعض، لانه اصلا وصفات اكرام كامله تستاهل تجربه، لانه وصفات رائعه ما شاء الله عليها. نهتم براسي شويه قبل ما نولد، باش حتى الا مشيت نولد نمشي بشعري رطب وقاده الحاله شويه. غادي ناخذ زيت جوز الهند، ها هي، وغادي نحط شويه ديال زيت جوز الهند. ما فيا ما يتعصب معاها، ما كتبغيش تكب، كتعصبني. اي والله يهديك.
ناري. هذا راه كريم بجوز الهند ماشي زيت. سادوب يمكن شويه والله لا ذوبتك. صافي. المهم غنزيد شويه حيت هو اصلا جوز الهند مزيان للشعر. البنات هذه راها عامره غير هي ما كتكبش كيخصها تذوب. غنخلط هذا الشيء هذا مزيان. كيف قلت لكم الا بغيتو طحنوهم انا ما في يما يطحن. صافي نخلطهم هكذايا بيديا وصافي. هي كانت قالت لينا الشعر من الاحسن يكون شويه فازق. انا ما كنتش عارفه هذه، كنت كندير الا درت شي ماسك كنت كنديرو لشعري بلا ما يكون ناشف زعما، ولكن صراحه غادي نفزقو كيف ما هي قالت. غادي نجربو. انا هذه اول مره كنجرب هذا الماسك هذا ديال هذا الماسك هذا شعري ديال البنان. المهم انا غادي نخليه في شعري اكثر من ساعه، كنظن هي خلاتو ساعه. انا عادي غادي نديرو في شعري البنات وغادي ندوز باش ندير الحلوه. غادي نوريكم بطبيعه الحال الحلوه اللي غندير. كيف ما قلت لكم انا كل نهار كيخصني ندير شكل الحلوه بس ما شاء الله نجي مع الولاده. فغنخليه حتى نسالي شغلي على راحتي. ما عندي ما يدار زعما ما عنديش مشكل. عندي ما يدار البنات. صافي يلا البنات انا غادي نمشي ندير الماسك لشعري. يلا معايا. البنات حطيت الماسك في شعري كيقتل بالضحك. المهم صافي درت الماسك لشعري. غادي نخليه دابا حتى نسالي شغلي كامله ماشي مشكل، 2 سوايع 3 4 عادي. شحال ما خليتوش كنحس براسي بارد وصافي. غادي نخلي دابا في شعري 3 سوايع 4. المهم بما ساليت شغلي كامل عاد باش غادي نغسل باش غادي ندخل باش نغسل شعري. دابا غادي نمشي نكمل عاوتاني الحلوه. انا وهاد الحلوه مبغاش تسالى. المهم البنات هانتوما معايا اي حاجه درتها هانتوما معايا. البنات ساليت شكل هذا الشكل ديال الحلوه. دابا درت 3 ديال الاشكال وغدا ان شاء الله ضروري غادي نعاود شي شكل اخر. المهم دابا هذا حاليا صافي غندير غير هذه. درت بحال هكا وحده في وسط وحده ودرت فيهم الكوفيتير. تقدروا نتوما تصايبوهم باي طريقه بغيتو او درتو من الفوق درت فيهم الشكلات بحال الطريقه هذه. تقدروا تصايبوا باي شكل بغيتو باي طريقه نتوما بغيتو. بسم الله شي واحد طاح. المهم البنات دابا يلا غادي نمشي نكمل الروتين. لا دابا غادي نمشي نغسل شعري. حاليا غنمشي ندوش نغسل شعري وضروري غنوريكم النتيجه كيفاش شعري خرج. دابا البنات جيت الكوزينه باش كندير بيتزا. العجينه راه انا فايته درتها لكم في الفيديوهات لا بغيتو تعرفوا الطريقه ديال العجينه ديال البيتزا اللي كندير. المهم هانتوما كتشوفوا ان شاء الله اليوم غادي نتعشاو بيتزا. والحلوه انا درتها في الثلاجه باش تشد راسها شويه داك الكوفيتير وداك الشكلاط. درتها في الثلاجه. وهنايا البنات غنوريكم درت انا كيعجبني نصايب الصلصه ديال الطماطم بيديا. كيعجبنيش نشريها. شي مرات كنكون صراحه ما فيا ما يصايب يعني كنكون عكزانه ما كنصايبهاش كنشريها. المهم هنايا انايا صايبتها درت مطيشه. حكيت مطيشه
ودرت معاها واحد المطيشه معلبه، هذا واحد 2 معالق كبار. درت الملحه والبزار، الملحه شويه الملحه شويه البزار وشويه ديال الزعتر، هو كيبان مع زيت البلديه بطبيعه الحال. والبصله، البصله هي طحنتها هنايا، ماشي طحنتها غير قطعتها. المهم ها نتوما معايا البنات.